الانسان هو واحد الكائن اللي محكوم عليه بالخضوع الدائم للعواطف ديالو رغم المحاولات اللي كيدير باش يقدر يتحكم فيها. ومن بين هاد العواطف كنلقاو الحب، واللي كيتعتبر من اكثر المواضيع اثاره للجدل والاختلاف، واللي شكل موضوع لبزاف ديال المجالات العلميه والابحاث السيكولوجيه، وكان ولا زال موضوع الفلسفه. وفي هذا المقطع غنحاولوا نرجعوا بالزمن للوراء، وبالضبط مع الفيلسوف افلاطون اللي ناقش هذا الموضوع وخلى لينا واحد النظريه اللي مازال كنستعملوها في حياتنا اليوميه باسم الحب الافلاطوني. فكيفاش كيعرف افلاطون الحب، وكيفاش خاص نتعاملوا مع هذه الحاله الوجدانيه العاطفيه؟ في سنة 380 قبل الميلاد أفلاطون غيكتب واحد الكتاب سماه بالمأدوبة، وهذا الكتاب كان عبارة عن حوار بين بعض الشخصيات المثقفة في اليونان القديمة وبحضور سقراط. الموضوع ديال الكتاب هو الحب، ومن بعد ما صار من النقاشات العميقة حول معاني الحب كنوصلوا لهذه الخلاصات مع أفلاطون. فالحب كيرتبط من واحد الناحية بالشرف والوفاء واحترام الالتزامات. هذه النظرية كيأكد عليها فايدروس. هذا الشيء كيعني ان الحب اللي كينباني على التقدير والاحترام كيخلينا نضحيو بزاف ديال الاشياء غير باش نحافظوا على هاد الاشخاص اللي كيقدرونا وكيحترمونا. وهذا النوع من الحب حسب الاسطوره اليونانيه كيكون المصدر ديالو خالص من عند الهه الجمال افروديت. داكشي علاش حسب افلاطون خاصنا نحافظوا عليه. في واحد المداخله ديال الشاعر الاغريقي ارسطوفان كيحاول يشرح لينا كيفاش بدا الحب عند الانسان، وكيستعمل الاسطوره اللي كتقول باللي البشر كانوا في الاصل باربعه اذرع واربعه سيقان ووجهان، ولكن هذا الانسان حاول يثور على الالهه. هذا الشيء اللي غيخليها تعاقبه بالشطر ديالو النصفين، وهكذا غيولي الانسان يبحث على النصف ديالو الاخر باش يكتمل. وكيتحقق هذا الشيء في الزواج والعلاقات بين الجنسين. وهكذا كيولي الحب هنا بحال الا كنرجعوا شي حاجه اللي كانت ناقصانا، وكيبان كذلك ان الانسان كيعاني من النقص وكيبحث على الاكتمال. داكشي علاش كيعتبر ارسطوفان ان الزواج كيرجع الانسان للكمال ديالو. وهذا الشيء كيوصلنا لواحد الاستنتاج اساسي كذلك، واللي كيعتبر أن حب الآخر باعتباره النصف الثاني ديالنا هو بمثابة حب للذات نفسها، حيث الآخر هو في الأصل النصف ديالنا. النظرية الثالثة اللي كتفسر لنا الحب هي اللي غيقدمها سقراط، واللي كيعتبر فيها أن الحب هو واحد الميول كيكون عندنا تجاه شي حاجة كتنقصنا ولا محرومين منها، وخصوصا الأشياء الجميلة والخيرة. وهذا الشيء حيث الإنسان كيحاول يتعلق بالحياة لدرجة الخلود واخا عرف راسو واحد النهار غينتهي. الحب إذن حسب سقراط هو حب الجمال بالمعنى المتعالي على الجمال الجسدي الفاني. هذا التصور حول الحب كيعترف سقراط باللي تعلمه من عند الفيلسوفة ديوتيما. الحب عند أفلاطون عنده هدف هو بلوغ السعادة وماشي تحقيق النزوات الجنسية العابرة. في الحب كيخلينا نحافظوا على الرغبة ديالنا ونرتقيو بها لكل ما هو روحي متعالي على الجسد. هكذا كيتحدد المعنى ديال الحب الأفلاطوني، اللي ممكن نقولوا في الأخير أن الحب الأفلاطوني بهذا المعنى باقي منزل من عالم المثل الأفلاطوني، حيث الواقع اللي كنعيشوه كيربط الحب بالإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الرأسمالي والعلاقات الوجدانية في النظام الرأسمالي، كلها خاضعة لمنطق العرض والطلب. هكذا تخلقات معايير جديدة للحب بعيدة على البعد الأخلاقي المتعالي اللي كان كيقول به أفلاطون. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم.